ازيكم؟ النهارده هنعمل حاجة لذيذة لذيذة. هنعمل خبز في الكيس الحراري. ايوه، ما تستغربوش الكيس بتاع البط ده هنعمله وبأبسط المقادير وبطريقة سهلة وسريعة. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. اول حاجة هنحط 4 اكواب دقيق، هنحط عليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ربع كوب حليب بودر، نص معلقة بيكنج بودر، رشة ملح. هنخلط المقادير الجافة كلها مع بعض، وبعدين ننزل بربع كوب زيت ونقلبهم سوا، واخر حاجة ننزل بكوب ونص مية. نفضل نعجن فيهم مدة لا تقل عن 10 دقايق. شايفين الجمال؟ العجينة تحفة وناعمة. نغطي عليها بقى ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وده شكلها بعد التخمير. تحفة بجد. نفرغ الهواء منها وبعدين نرش دقيق، ونبدأ ناخد العجينة الجميلة بتاعتنا ونرش عليها دقيق بسيط، ونبدأ نفردها بالشكل ده. واخر حاجة هنعملها رول كده ونقفل الاطراف بتاعتها. والمفاجأة بقى نجيب الكيس الحراري الجميل بتاعنا ونبدأ نحط العجينة ونرش عليها دقيق ونسيبه يخمر لمدة نص ساعة تاني. بعد نص ساعة العجينة هتكون خمرت وبقت جميلة. نبدأ بسكينة أو موس نعمل فيها فتحات بالشكل ده، وبعدين نقفل الكيس الحراري وما نعملش فيه أي فتحات تهوية خالص، وندخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وآخر 5 دقايق نفتح بس الشواية. وده شكل الخبز الجميل بعد ما خرج من الفرن. بمقص بقى ونفتح الكيس ونسيب الخبز بتاعنا يبرد خالص عشان نعرف نقطعه. شايفين الجمال؟ بجد العيش تحفة قوي. القشرة الخارجية بتاعته مقرمشة وطري من جوه، تحسوه كده قوام كيك. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، بجد لازم تجربوها. يلا لايك وشير للبوست، وبألف هنا وشفا على قلوبكم مقدما.